ده الجزء التاني من تصاميم العيد. تعال نكمل بقية كلامنا ازاي هتعمل تصميم عيد وازاي تعمل فكرة. تعال نقول الفكرة التانية اللي جاتلي. طبعا من الافكار اللي موجودة في العيد ان الاطفال اللي في الشوارع او يعني حاجة تعودنا عليها في صغرنا ان احنا كنا بنجيب مسدسات الخرز. فانا جبت الفكرة دي ان مستر رضا الفاروق ماسك مسدس خرز وبينشن. طبعا الفكرة بتاعت مستر محمد صلاح كانت عبارة عن رش مية على يعني كأن في قطرات مية موجودة على التصميم دوت. عايز ادي زي عمق للتصميم. فالمره دي مستر رضا الفاروق انا قررت ان انا اعمل الفكره بتاعت كأن مسدس اهو ماسكه وفي اهو مسدس وزي خرز طالع، وده كده مدي عمق شويه للتصميم. طبعا مستر رضا الفاروق معظم تصاميمه تحس ان فيه الكتابه العربيه ديت، فحطينا الاوفرلاي المره دي عباره عن الخط العربي او الكتابه العربيه او الحروف العربيه. حبيت جدا برضو في تصاميم مستر رضا اللي هو دايما زي في سيركل كده ورا ظهره. فانا عملتها برضو في تصميمه بحيث ان انا احافظ على الهويه والطريقه اللي هو بيصمموا بيها. تعالى اقول لك بقى التصميم دوت ازاي يتصمم بكل بساطه. اهو جبنا الصوره وحطيناها كتصميم بورتريه، مقاس البورتريه 1500 عرض طول 2000. بقى كده دخلت عملت البرومت بتاعي اللي انا عايز احول الصوره من كذا للشكل اللي انت شفته دوت. كتبت انا عاوز برومت الراجل ماسك مسدس خرز وطالع من المسدس خرز خرز وقريبه، المفروض قريبه جدا من الكاميرا. الراجل يرتدي تيشيرت اخضر ويوجد في الشارع يعني حول في يعني اجواء العيد والبالونات، وخلفه الاطفال ماسكين مسدسات الخرز. وملحوظه عايز التركيز يكون على الرجل. نقطه مهمه جدا دي اللي انا عايز التركيز يبقى على الرجل، لان التركيز اهم حاجه. اللي احنا عايز ان المدرس او المستر رضا الفاروق هو اللي ظاهر. فاخدت البروميت دوت ورحت على طول على اهو على موقع ارينا، وحطيت الصورة اللي انا طلعتها والكتابة اللي هي البرومت، وطلع لي الصورة ديت. بس جيت بعد كده على فوتوشوب حطيت الصورة. بعد ما حطيت الصورة حطيت قعدت عملت كده كولر لوك اب اللي انا بس عايز اللي انا افتح البشرة سنة او اديها اللون الوردي دوت. طب ازاي عشان الناس بس برضو ما تقفش قدام الموضوع دوت؟ عملت هنا دوست كولر لوك اب وهنا خليتها تو ستريب. بعد ما عملت تو ستريب دوست هنا كنترول اي ومعلم على الماسك. بعد كده جبت البرش تول وخففتها سنه، وقعدت بعد كده امسح الجزء بتاع البشره دوت اهو وما عند ايده كمان، وقللت شويه في الاوباستي. بس كده اهو. بس طلع لي في النتيجه ديت. بعد كده كبرت شويه وعملت ايه؟ لو تلاحظ بصوا على كده على الوش عملت الدوج اند بيرن. تعالى نوريك ازاي نعمله عشان لو حدش اتفرج على الفيديو اللي فات. بعد ما عملت كده اهو اخدت بس كبرته كده سنه عشان في حواف بيضه زي ما انت شايف. رحت بعد كده على مش محتاج بيرن اوي لان حسيت ان وشه فيه بيرن. اخدت الدوج والاجزاء الفاتحه ديت قعدت اللي انا افتحها اكتر واكتر. ليه؟ لان هي بتدي زي عمق كده للبشره. تعالى بقى كده وزي ما قلت لك انا عامل اكسبوجر بقى على رقم قليل 3 4 5 كده يعني. قعدت بقى اللي انا عند جزء المراخير دوت، وهنا قعدت مثلا زي حرف السبعة زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات. سبعة كده اهو، اهو شايف سبعة. وقعدت كده رايح جاي، وهنا برضو ممكن سبعة اهي تانية. زي ما انت شايف كده اهو. ممكن عند برضو البق كده اهو الشفايف تحس ان في زي اضاءة، فقعدت اللي انا ازود او اافور في الاضاءة. كل ده ريتاتش. ممكن اهو في القورة جزء القورة دوت، وعندي الجزء ده عندي الجزء دوت اللي من ناحية الشمس او اضاءة الشمس ممكن ننوره بس. فممكن تلاحظ كده قبل كده بعد. تمام. بس يعني ده اللي احنا عملناه. قعدنا بس ايه نعمل الدوج بتاعنا. خلاص جيت عملت كده فيد اخضر، وقلت لك في الفيديوهات اللي فاتت ازاي بيتعمل بسيط قوي. جيت بعد كده حطيت دايره صفرة وراه. ازاي؟ اهو جبت اهو الدايره حطيتها وراه. جيت بعد كده عملت هنا سيلكت سبجكت اللي هو سيلكت للشخص. نستنى بس شويه. هو كده هو كده عمل لي اهو السلكت على الشخص. تمام. بعد كده بدوس كلمه هنا ماسك وادوس كنترول اي فبيعكس لي الماسك. بس كده اهو. دي كده عملت الدايره اللي وراه. بعد كده جبت اللي هي الحروف العربيه اوفرلاي حروف العربيه. حاسب لك اللينك في الوصف. اخدتها زي ما هي كده اهو. رحت عملت لها فين اهي
اهي زي ما انتوا شايفين. رحت عملت لها بعد كده اوفرلاي وخليتها باللون الابيض بس كده اهو. بقى كده قللت شويه في الاوباستي، خليتها على 61 ومسحت الجزء اللي على الوش، يعني اهو مسحت كده بالماسك بالبراش تول الجزء اللي على الوش، فطلع معايا بالنتيجه ديت. بعد كده كبرت برضو الصوره كده اهو، يعني زومت عليها بس شويه. بعد كده جبت الكتابه بتاعتي من الكتابه اللي انا كنت سايبها لكم، اللي هي من الكتابه ديت اللي هي التايبو بتاع العيد، بس حطيتها زي ما هي كده اهو. فحسيت اللون الاسود ده مش جاي معايا، فلونته باللون الابيض وعملت دروب شادو كده خفيف عادي وبس. بعد كده عملت ايه، كاميرا رو فلتر. بعد كده دلوقتي كاميرا رو فلتر رحت عملت نيو لاير، اخدنا جزء مثلا من اللون الاصفر ده ومثلا قللنا شويه في الساتوريشن اهو كده اهو، وعملت هنا دي اوفرلاي، عملت دي زي ما هي في 100% كده، والفلو خليها على 100% مش اوفرلاي، نخليها سكرين. ونعمل كده اهو زي دروب لايت، شايفين؟ وناخد هنا مثلا اللون الاخضر ده، بدوس على الالت بالقطاره كده اهو، وعملنا كده اهو زي ما انتوا شايفين. عملت لنا زي اضاءه كده اهو، واديت عمق برضو للتصميم زي ما انت شايف كده اهو. بعد كده بس كده خلصنا التصميم، والتصميم بتاعنا بقى جاهز. ابسط ما يكون. الفيديو اللي فات شرحنا الفيديو في ربع ساعة، دلوقتي شرحناه تقريبا في 7 دقايق. الموضوع ابسط ما يكون، وهبعت لكم افكار اكتر وهنزل افكار اكتر ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. كان معاكم محمد قيم، والسلام عليكم ورحمه الله.